بسم الله الرحمن الرحيم. اخوانا اخواتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبيت اكلم حضراتكم النهارده عن الفرخ البلدي ومواصفاته والنوافع بتاعته ومميزاته وعيوبه. فطبعا كل ده ان شاء الله هنتكلم عنه في الفيديو ده النهارده ان شاء الله بامر الله. ولكن اتمنى ان الناس تعمل لايك وتشترك في القناه حتى يصلك كل جديد، علشان نتواصل مع بعض ان شاء الله على طول، وننجح ببعض ونكبر ببعض. اول حاجه في تربيه الفراخ البلدي ان الفرخ لازم يكون معدنه كويس. يعني ايه الفرخ معدنه كويس؟ يعني اجيب نوع كويس يشيل معايا لحم ويديني انتاج بيض يكون ثنائي الاغراض. لان الفرخ البلدي يا جماعه زي ما قلنا لحضراتكم ليه استخدامات كتير. يعني في البيض شغال معايا في البيض، وممكن اسمنه، ولحم وكل حاجه شغال معايا فيه. طبعا من اهم مميزات الفرخ البلدي ان هو بياكل اي شيء. يعني ممكن اربيه على بواقي اكل البيت، او شويه دشيش شويه ذره. في الاول باكله شويه بادي، بعد عمر شهر ببدا انوع له في الاكل بتاعه دشيش او ذره زي ما حضراتكم شايفين. ياكل خلطه حمام وياكل اي حاجه عيش، اي حاجه موجوده في البيت فرخ البلدي بيتغذى عليه. طبعا دي من مميزات الفرخ البلدي. تاني ميزه للفرخ البلدي ان هو طبعا مناعته قوية شوية عن الفرخ الأبيض أو أي نوع من الفراخ التاني. طيب الميزة التالتة ليه إن هو ثنائي الأغراض. يعني ممكن أربيه للبيض، وممكن أربيه للحم، وممكن أبيعه عمر أسبوع وعمر 20 يوم وعمر شهر، وينباع على جميع الأعراض وجميع الأغراض. طبعا أي ست بيت تقدر تربيه تقدر تستفاد منه. من مميزات الفرخ البلدي ايضا ان هو بيتربى في اي مكان، ممكن على سطح البيت او في عشه او في بطاريات، وفي اي مكان صغير او كبير ممكن حضرتك تربي من 10 او 5 فرخات الى 1000 فرخ او قطيع زي ما حضرتك عايز. طبعا برضو من مميزات الفرخ البلدي ان هو بيبيض بيض يعتبر شبه يومي، وممكن ناخد البيض بتاعه نستخدمه في الفاكس ونطلع منه كتاكيت تانية ونبيعها ونعمل نكبر القطيع. فطبعا كل ده من مميزات الفرخ البلدي. عيوب الفرخ البلدي، طبعا اول عيب في الفرخ البلدي ان هو بطيء النمو، غير سريع. يعني مش زي الفرخ الابيض في عملية التسمين، فبالتالي بيقعد فترة كبيرة طبعا عبل ما نبدأ ناخد منه فراخ للذبيح. ده اول عيب من عيوب الفراخ البلدي. العيب التاني زي ما حضراتكم شايفين، ما ينفعش اربي مجموعة ديوك مع بعضها علشان عملية الافتراس، وطبعا الديوك بتبقى شرسة مش زي البرابق. تالت عيب للفراخ البلدي ان حجم الديك بيبقى كبير عن حجم الانثى، وبيبقى فارق عنها في الحجم. طبعا بيبقى فارق بطريقة ملحوظة. طبعا دي عيوب الفراخ البلدي. ومن عيوب الفراخ البلدي ان هي طبعا لازم تكون من مصدر كويس، وتكون متحصنه تحصين كويس علشان ما تتعبش مننا او ما نخسرش القطيع بتاعنا. طبعا من الامراض اللي بيصاب بيها الفراخ البلدي وهو الجدري، ده دي الامراض الخفيفه بتاعته. وطبعا من الامراض الخطيره بتاعته اللي هو الجمبوره والنكسد. وطبعا امراض كتيره جدا لازم نحصن علشان ما نخسرش القطيع بتاعنا يا جماعه. لو احنا هنعمل قطيع كبير، ولو حضرتك حابه تجيب 10 او 5، يفضل ان انت تجيبوهم من مكان يكونوا متربيين فيه ولو لعمر شهر، حتى يكون تم تحصينهم ويكونوا خدوا الرعايه بتاعتهم اللازمه، علشان حضرتك ما تتعبيش معاهم. وممكن تحصنوهم في البيت. والفراخ البلدي يا جماعه مميزاتها كتيره جدا، وكل طيره لها مميزات ولها عيوب. وانا انصح كل حد النهارده ان هو يجتهد ويتوكل على الله ويربي فراخ بلدي او يربي اي طيور. ان شاء الله هنتكلم عن الطيور المنتجه والطيور اللي هي الغير منتجه في الفيديوهات القادمه. هنتكلم عن البط البلدي اللي هو البط السوداني، ازاي نعمل منه قطعان او الوز والارانب. وهنتكلم عن الحمام، ومشروع الحمام مشروع مهم جدا ان شاء الله هنتكلم عنه في الفيديو الجاي. ولكن النهارده بس انا حبيت ادي حضراتكم نبذه عن الفراخ البلدي ومميزاتها وعيوبها. وطبعا كلنا بنسعى وربنا يرزق الجميع ان شاء الله. توكلوا على الله وربوا طيور
وأتمنى لكم النجاح في حياتكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.